بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ مزمل عود حديد حفظه الله ورعاه أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الرد على محاضرة الحكم بغير ما أنزل الله للمدعوين أمجد فيصل سعيد نصر. يقول مزمل هرب من المناظرة 9 مرات، وفي رواية 13 مرة. أنت الهرب عليكم الله يا طلبة. أنت الله أكبر من ذلك كتب في الإعلان وسيفتح أمجد فرصة للمخالفين. أو ده أنا جيت، فأين الفرصة يا أمجد؟ هل دي السلفية اللي بتدعيها؟ جيب الكتب. أنا تعرف كنت يتكلم من شنو؟ كنت جاي أتكلم من كتبك ذاتها. البدرت منها كلام العلماء، حفظت من كتبي لأنه رفضتني أدخل. أربع ابن القيم. أو آخر نقطة قال إنتم ما قلتوا ده جهاد، وقال قلتوا الجهاد شرط الاستئذان من الحاكم. طيب أنتم بتقولوا شنو؟ إنه الجهاد ما شرط الاستئذان من الحاكم؟ ليه قاعدين مرتبين هنا؟ ليه ما مشيتوا فلسطين؟ الله أكبر! ليه ما مشيتوا العراق؟ ليه ما مشيتوا أفغانستان؟ مش أنت عندك الجهاد ما منضبط بأي ضوابط، وعندك الجهاد يا سرورية ما بتسمعوا فيه كلام العلماء؟ أو ديك العراق أو دي غزة، ليه قاعدين مرتبين هنا؟ السؤال موضوعي جدا. طيب، أما الكلام بتاع الياسق وما الياسق، أنا قلت لك ابن كثير عليه رحمة الله كفر أصحاب الياسق. ليه؟ قال ما كان لله خالصا فهو الباقي يا زول. طيب أنا قلت لك ابن كثير كفر ناس التتار. ليه؟ أي حنمشي الصلاة بعد المغرب يا شيخ، بعد المغرب بس لو ما جي بعد المغرب بس عليهم ديل. هل حيقعدوا بالليل؟ ولا جوزوا لهم الناس جوزوا الاختلاط الشرعي؟ جوزوا لهم الورقة دي يا زول. أربع. أول حاجة المستحيل مش كافر يا أمجد. أو ده محمد علي جوز الاختلاط، هل يكفر ولا لا؟ ده سؤال موضوعي. المستحيل لما حرم الله مش كافر؟ أو ده عندك واحد تكفيري هنا جوز الاختلاط وسمى الاختلاط الشرعي، هل نكفر ولا لا؟ نحن ما بنكفره، نحن بنقول هو جاهل، هو متأول، ما بنكفر. الصلاة من الحاجة قبليك إن شاء الله. طيب، الله أكبر. الكلام الناقل أمجد من ابن تيمية. قال ابن تيمية قال الحاكم إذا حكم بغير الحق كان من أصحاب النار، مش كده؟ وإذا حكم جاهلا كان من أصحاب النار. هل ابن تيمية قال كان كافرا؟ ما قال كان كافرا. في فرق بين النزول داخل النار وفي فرق بين النزول كافر. في مسلمين بيدخلوا النار. أولم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم؟ قال من شرب الخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قال وما نهر الغوطة؟ قال نهر يسيل من فروج الزنات والزواني في نار جهنم. يعني اللي بيشرب الخمر خش نار جهنم. هل ده معناته اللي بيشرب الخمر كافر؟ بالتأكيد الجواب لا. إذن بالضرورة ما أي زول داخل النار معناته كافر. فكلام ابن تيمية القريته آخر كلام، واتمنى كان تكون زول موضوعي وزول منصف. ابن تيمية ما قال الحاكم اللي بيحكم بغير ما أنزل الله كافر، قال بيدخل النار، لكن ما قال كافر. وفي فرق بين الكافر والداخل النار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح 3 لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء. ال3 دول قال بيدخلوا النار. هل معناته كفار؟ هل العاق لوالدينه كافر؟ إذا كفرتم يا سرورية انتم من الخوارج الأوائل. إذا ما كفرتم يبقى كلام أمجد الذكر عن شيخ الإسلام باطل. أنا كنت أقول لك كده. الله أكبر. كلام ابن القيم حلحق الصلاة بس آخر نقطة والحق الصلاة وجه راجع تاني. كلام ابن القيم قال ذكر ابن القيم أن بعضهم قالوا الآيات في الكفر الأكبر. ليه ما قريت باقي الكلام؟ قال والصواب أن من حكم بغير ما أنزل الله تختلف أحواله بحسب اعتقاده، فإذا استحل أو إذا فضل أو إذا ساوى كفر كفر أكبر. الله أكبر. وإذا لم يفضل ولم يساوي ولم يجوز فهو كفر دون كفر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ده ما قريته، أو ده ما دارج السالكين قريت منه.
ده اللي ما تميتوا الكلام ده. ابن القيم ذكر لك نقولات كثيرة، في النهاية قال لك الراجع عندي كده. انت ليه ما قريت كلام ابن القيم لحد النهاية؟ انا جاي افضحك، لكن انت الان طلعت والله اي كلام. لما لي واحد سعيد نصر، واحد مين، واحد ابو ضفيرة. ابو ضفيرة انت ما خليت الرقم 13؟ الرقم 13 ما خليته؟ ده بيقول الرقم 13 هو سبب فلاح الكون وسبب نجاح الكون. والله ما الله الرقم 13 ده شرك ولا ما شرك؟ شفت قال موساي رمين ما تقول لي دكتور عندنا الحق هنا يبقى، لا دكتور لا غيره. الحق احق ان يتبع. والله لو بقيت شفت قاضي الدنيا كلها خالفت الحق، انصار السنه بنزلوك محلك طوال. الله اكبر الله اكبر. احنا هنصلي ونجي هنا بعد ذاك نجوا الحرب. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ مزمل عوض حديث.